قصة ليست كباقي القصص التي مرت علي، كيف لا، وهي عن جزائرنا الحبيبة بلد التضحيات. هذه القصة من زمن الاستعمار الفرنسي الغاشم، وهي لبطل نجا بأعجوبة من موت محتوم. إليكم القصة. في أواخر سنة 1958 وبالضبط في أعالي جبال عمال بولاية بومرداس، اكتشف الجيش الفرنسي كهفا منقطع النظير. كان ذلك الكهف معقلا لحوالي 300 مجاهد جزائري، وهذا بعد خيانة وقعت في صفوف المجاهدين. نجح جل المجاهدين للهروب من الكهف، وبقي بداخله 40 مجاهدا بعد مداهمة الجيش الفرنسي للكهف، ومن بينهم كان رابح عيسى، وهو بطل قصتنا هذه. يقول رابح عيسى: كنا في مكان يبعد عن فتحة الكهف حوالي 100 متر، لأن الكهف كان متشعب وفيه عدة حجرات ومداخل كثيرة، لكن الفرنسيون أغلقوا كل المنافذ وأطلقوا غازات سامة. كنت أرى رفاقي يستشهدون واحدا تلو الآخر. كان مشهدا مروع. دنا مني رفيقي وقال: نحن ميتون لا محالة، فلنجرب الخروج بدلا من جلوسنا ننتظر حدفنا. أمسكت بقميصه ومشينا في مخرج ضيق. كنا نمشي ونحن ركوع. فجأة صرخ صديقي وسقط، وعندما سقط تبين لي شيء كأنه فوارة ماء. كان ذلك هو الغاز المنبعث. أصابني الدوار، فوضعت شاشا كنت أضعه على رأسي، وضعته على أنفي وفمي، لكن لم يكن ذلك كافي فسقطت. فجأة جل في المكان نور عظيم. التفت من حولي، وجدت كل المجاهدين جالسين بثياب بيضاء، وكانت نسوة تناولهن أكوابا من اللبن لكل واحد منهم. كنت أنا عطشان لدرجة كبيرة، وتعجبت لماذا لم يسقوني لبنا مثل رفاقي. فجأة انطفأ كل شيء ولم أشعر بشيء، إلى أن وجدت نفسي في بيت أحد من معارفي. كنت على الفراش. هنا أدركت أنه تم إنقاذي. سألت عن بقية أصدقائي، أخبروني أنهم استشهدوا إلا أنا وشخص آخر. وجدونا قريبين من المدخل، وبرحمة من الله كان يدخل بعض الهواء مع مجرى من الماء كان بالقرب من رأسي. ذلك ساعدني على التنفس ولو بصعوبة. نجوت بأعجوبة، لكن المتاعب لم تنتهي هنا. يجب أن أفكر في خطة للهروب، لأن الخونة سيكتشفون مكاني ويقتلونني. تذكرت صديقا لي كان يعمل في أحد البساتين في المدينة، اسمه محمد. ساعدني للهروب وبقيت عنده لفترة طويلة. وكانت هذه قصتي. ما تبكيش عينيا، ما تبكيش على ابن الشاهد. إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، هذه القصة أخذتها من والدي أطال الله عمره في طاعته، وهو محمد صديق بطل القصة رابح عيسى. وتظل هذه القصة من أروع القصص التي سمعت من والدي، خاصة وأنه يتخللها حلم حقيقي يبين لنا مكان الشهداء رحمهم الله تعالى، لأنهم كانوا سببا في بسط الأمن في هذه البلاد الطاهرة. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا.